يلا نعمل النهاردة صينية سمك بالخضروات ونبطل نقلي السمك في الزيت كالعادة. الصينية دي جميلة جدا ومغذية للأطفال، وتحس كده ان هي خفيفة جدا، معاها طبق سلطة ومعاها شوية بتنجان مخلل واخر دلع. يلا بينا نخش المطبخ ونشوف هنعمل ايه. معانا هنا حوالي 2 كيلو ونص سمك. معايا هنا الخلطة، وهي عبارة عن توم وفلفل وكمون وفلفل اسود وخل وليمون. ومعايا هنا تتبيلة السمك. وبفتح هنا السمك زي ما انتوا شايفين كده، وده افضل علشان يشرب من نفس الخلطة اللي احنا هنعملها دلوقتي. انا ولادي يعني شبه كل اسبوع يطلبوا مني الصينية دي. برش هنا حبة ملح ومعاها ليمونة. بتوم هنا السمك كويس بره وجوه في الفتحات اللي انا فتحتها دي. انا بصراحة كنت بقلي السمك في البداية لحد ما خلاص انا تعبت فعلا، وكان بيجيلنا كلنا حموضة. معايا هنا الخضروات بتاعتي، وهي جزر وبطاطس وطماطم وفلفل رومي، ومعايا بصل ومعايا توم من نفس الخلطة. قطعيها زي ما انتي عايزة، قطعيها مكعبات، قطعيها بالشكل اللي انا بعمله ده زي ما تحبي. بجيب كل الخضار ده وبحطه معايا في طبق، برش عليه ملح وكمون وفلفل اسود وحوالي ليمونتين كده بقطعهم شرايح. وبجيب هنا الصينية بتاعتي برص فيها. يفضل ان انت تخلي الطماطم والجزر من تحت، وده افضل علشان البطاطس ما تلزقش منك. ومن نفس الخلطة برضو هنحط شوية في الصينية. ويلا بينا نرص السمك. هندخلهم الفرن لمدة نص ساعة. هنا بدهنهم بزيت، شوية زيت بسيط جدا، مش بيحتاج يمكن اكتر من حوالي ربع فنجان صغير. وبرضو على الخلطة حبة زيت صغيرين جدا. وبدخلهم هنا الفرن. هو السمك بطبيعته بيستوي بسرعة، بس علشان الخضروات معايا ممكن تقعد شوية، فانتي كل شوية هتشوفيها بالشوكة لحد ما تستوي. بعد كده احنا هنعمل الوش بتاعه. هو عبارة عن حبتين طماطم مبشورة، ملح وفلفل اسود وكمون وحبة زيت. وبتحطي عليهم برضو شوية توم من نفس الخلطة اللي احنا عملناها. وباجي هنا وبديله الوش بتاعه. حاولي ان انت تدخلي الخلطة في الفتحات اللي احنا كنا فتحناها للسمك. ويلا بينا على الشواية. مش هياخد لون اكتر من حوالي من 5 ل7 دقايق تحت الشواية. احنا خلاص كده كل حاجة بقت مستوية كويس، وده الشكل النهائي.
وتقدري تقدميه بقى مع سلطة بتنجان مخلل، طبق رز ابيض، مفيش مشكلة زي ما تحبي. خفيف ولذيذ، الف هنا وشفا.